شباب من قلب معرض ايزي بايكر، النهارده جينا نشوف كل الموديلات اللي موجوده عندهم سريعا، وانت الموديل اللي هيعجبك في الفيديو قول لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هعمل لك عنه ريفيو، سواء سكوتر او موتوسيكل، توب بوكسات، هيلمتس، عايز اقول لكم تيشيرتات، ظهر للسوبر لايت، شنط للسوبر لايت، كل الكلام ده موجود في معرض ايزي بايكر اللي هو موجود في جليم 5 شارع الاذاعه في جليم في مدينه اسكندريه. بلس كمان ان انت لو عايز اي حاجه تتشحن لاي محافظه على مستوى الجمهوريه ينفع ان احنا نشحن لك لاي حته. يلا بقى نخش نشوف بقى في المعرض بقى القصه بقى الجامده جدا. انا حبيت ان اخد الزاويه دي عشان اوريكم ما شاء الله ان كل حاجه موجوده هنا في المعرض. اهم حاجه بس ما تنساش تعمل لايك الرايق والكومنت الجميل وسبسكرايب، ويلا بينا نخش نشوف ايه القصه في معرض ايزي بايك. اول حاجه عند معاليك هتلاقي التوب بوكس اللي قدامك ده، حاجه كويسه جدا. عدد اللترات بتاعته انا بصراحه مش عارفها قوي، بس ما تمسكونيش بقى في الحته دي، بس ان هو ياخد معاك خوذه، وكمان في الجزء بتاع المسند بتاع الراكب الخلفي، يعني هحاول ان انا افتح لكم برده عشان تشوفوا خامه وماتيريال كويسه جدا ما شاء الله، الله اكبر. القاعده بتاعت معاليك بتاعت التوب بوكس يعني والظهر بتاع الراكب الخلفي طبعا مساميره بقى وحاجته. وكمان لو جينا ركزنا شويه هنلاقي ان هنا هو عطيك بطانه بالجيوب بتاعتها موجود هنا في معرض ايزي بايكر. هتيجي تقول لي هو عامل كام؟ عامل انا الحاجات اللي هبقى عارف سعرها هقولها لكم. التوب بوكس قدامنا ده عامل 1700 جنيه في معرض ايزي بايكر، وهتلاقي رقم التليفون ظهر لك على الشاشه، وينفع يشحن لك في اي حته على مستوى الجمهوريه. ودي كانت المعلومه على السريع. ولو جيت طلعت لكم هنا هتلاقي بص في شنطه الرول اللي هي بتركب على السوبر لايت والموتوسيكلات الكروزر، موجوده برده في معرض ايزي بايكر وسعرها كويس جدا. برده للتواصل هتلاقي ارقام التليفونات يا اما تحت في الديسكربشن، يا اما واحنا كده شغالين في الفيديو هتلاقيه بيظهر لك ايه على الشاشه او في الجنب او فوق في اي حته هتلاقيه. لو بصيت تحت هنا هتلاقي بقى في ايه يا فندم؟ هتلاقي في الباك ريست، الظهر محمل جامد جدا. وهنا زي ما اتفقنا قبل كده قلت لكم كذا مره، ده مش سفنج، ده يعتبر ان هو فوم، تمام كده. في منه نوعين، نوع قصير ونوع طويل. القصير خلصان بس ان شاء الله في خلال يومين هيكون برده متوفر في معرض ايزي، في خلال يومين هيكون متوفر ان شاء الله في معرض ايزي بايكر. والتاني اللي هو القصير موجود هنا مكتوب في الظهر كلمه كي واي بمكنه سي ان سي، بس الماتيريال هنا هو مفيش اي اختلاف، فرق طويل وقصير. هنا بقى القسم بتاع الناس الرايقه، الناس اللي طبعا اطفال ينفع، وبرده المتوسط ينفع، ان انت عايز تجيب هديه لابنك في كومباوند في قريه، ينفع السكوتر الكول الجميل اللي من كيوي اللي هو 650 واط وعامل وقت تصوير الفيديو قابل للزياده وللانخفاض. بقول لكم الاسعار بسرعه، 24000 جنيه موجود في معرض ايزي بايكر. اما لو عايز بقى ستاند سكوتر جميل كده لطيف سيمبل كده وشيك شبه الرابط اللي احنا بنشوفه في كل حته ده، عامل هنا موجود في معرض ايزي بايكر وقت تصوير الفيديو، مش عارف الورقه دي صيني، 14000 جنيه. اما بقى بالنسبه لفطاحل الزونتس موجوده اهي، بصوا رصه كده ورا بعض. عندك الاي الجديد بقى 368، وعندك الدي 350، وعندك الجي الجي ده من التقايل ده 368. الاسعار بتتراوح وقت تصوير الفيديو 190 170 245 طبعا ده التقايل ده اللي ما فيهوش غلطه ده، مع ان دول طبعا حاجه تانية. ده ايه احنا بنتصنف ان هو ايه حاجه كده ادفنشر في نفسه، وفعلا هو سكوتر كويس جدا، سواء ده او ده او ده كواليتي عاليه قوي، وزونتس بتهتم بادق التفاصيل. يلا بينا نكمل. واكتر حاجه كانت بتبهدلي تليفوني طول ما انا سايق ان انا ما عنديش جيب، يعني جيب حتى لما انا كنت المفاتيح بتخربش الموبايل والكلام اللي انتوا عارفينه ده. الشنطه دي مهمه جدا جدا جدا، شنطه الرجل. الشنطه دي سهله الاستخدام جدا، والكواليتي بتاعها حلو، وفي منها ديزاينات كتير، وفي منها كawasaki، وفي منها هوندا، وفي منها ساده، في اللي انت عايزه. وينفع ان انت تحط بقى ايه فلوسك، موبايلك، كل حاجه وفي رجلك، وكمان مش هتنساها في حته، فالدنيا تمام وامان. بلس ان انت لو نازل من الموتوسيكل عندك هنا ممكن تخلي الجيب ده للمفتاح، مثلا لو انت مش عايز تلبس اللي هي بتاع المطاط دي اللي احنا بنلبسها عشان ما ننساش مفتاحنا يعني. اما بالنسبه بقى الاثنين اللي كسروا القاعده، عندك الدي والام. في ناس مالت اكتر للدي، وفي ناس مالت اكتر للام. الام اللي هو بديل ال 310 نزله لك في صوره ال 150 سي سي، والدي اللي هو كان 350 واختفى تقريبا من السوق، ونزل تاني اللي هو الفيرجن اللي انا لسه موريه لكم من شويه، قعد فتره مختفي، نزله لنا في شكل ايه الدي 150 سي. والاثنين على فكره هنا موجودين في معرض ايزي بايكر وسعرهم كويس جدا، والاثنين تبريد ميه. علي الباشا لو جينا ركزنا هنلاقي برده موجود الجيت 14 الايفو والجيت اي 14، في الانجكشن وفي الكربراتير، يمين شمال حضرتك بقى اللي هتختار، في فرق في السعر في الفلوس، بس اهم حاجه عندي ان هنا عنده خدمه ما بعد البيع اهم من البيع نفسه. والسكوتر العملاق اللي كيوي طلعت علينا بيه، طبعا هو مش عملاق قوي بس سكوتر حلو قوي، وكمان ان هو انجكشن بملافيلا، عامل وقت تصوير الفيديو قابل للزياده او الانخفاض 54000 جنيه، اللي هو زهره الزهره زي ما انا اطلقت عليه في
في الاوان الاخيره. بالنسبه للركوبات يا شباب 3 ركوبات، هاوي وغاوي وناوي، وانت اللي بتحدد انت عايز تركب ايه. ما يهمكش راي الناس، يهمك حاجه واحده بس، رياحتك انت والحاجه اللي انت راكبها هي عاجباك ولا لا. وقبل ما تشتريها لازم يكون قطع غيارها متوفره تمام كده، والمكان اللي انت بتشتري منه يبقى عنده خدمه ما بعد البيع، ويكون تقفيله كويس لو هو اللي بيقفل. ده كده كلام من الاخر كده ايه، عشان ربنا هيحاسبنا عليه. والخوص بقى موجوده عندهم هنا الفبرة فيه بقى منها المودولار والفول، وكواليتي انا شايفها كويسه جدا كقيمه مقابل سعر. موتوسيكلات الشقه بقى عندك الهاوجي ده من اقوى الموتوسيكلات اللي اشتغلت في الاونه الاخيره، بس كان الناس بتقعد تقول لك فرادو رفيعه، فلو مش عاجبك فرادو عند حضرتك بقى ايه اهو الفي ال ام. اكتر موتوسيكل قعد معايا وغيرته بدل المره 3 والله. المساعد امامي مقلوب، ينفع تشتغل بيه ينفع تخرج بيه، مش معنى كده ان الناحيه الثانيه وحش. انا عايز اقول لكم ده اكتر موتوسيكل شفته الناس بتشتغل بيه، يعني هنا عملي وهنا عملي، والقرار راجع ليك في الاول والاخر. خش بقى على حته الدلع اللي انتوا شايفينها، اللي الناس شبهتها والله اعلم بالهورن الغلابه، ما اعرفش بقى ده ماشي كده ولا لا. سكرينه صغيره، فانوس الدائري كده بتاع الهورن بتاع زمان، حتى المساعدين كده اللي هي الجولد دي مقلوبه. برضو كل الكلام ده موجود فين؟ في معرض ايزي بايكر، والقرار برضو في الاول والاخر ليك. وعلى فكره عندهم جميع انظمه التقسيط، حتى الشركات الابلكيشنات المايلو والحاجات التانية دي برضو هتلاقيها موجوده هنا. يا دوبك انت بتيجي تخلص اجراءاتك في اقل من ساعه زمن. وبعيدا بقى عن ان انا ما بحبش السكوترات قوي، بس عايز نتكلم كلام اصول. السكوتر مريح جدا جدا في المدينه، ويا دوبك هو بنزين وفرامل وبس كده. لو عايز حاجه بقى للشغل زي اللي قلت لك في المشهد اللي فات، ولو عايز حاجه تدنجل بيها بقى او حاجه تبقى فخامه الفخامه، بنتكلم في الزونتس. هو بقى القصه كلها كسكوتر. عمل موتوسيكلات في عندك مثلا السوبر لايت بيقبل التعديلات كتير قوي، يعني انا بسميه هادم الملذات في الفلوس. ان هو بيقبل ان انت تحط فيه ظهر بقى وشنط وشنطه رول، في موضوع كبير قوي في السوبر لايت. بس هو يعتبر الكروزر الصيني الوحيد في مصر، عشان كده برضو القرار راجع ليك في الاول والاخر. فانت عايز تدنجل بحاجه او عايز تجيب حاجه تكون سهله معاك في الاستخدام، هيبقى السكوتر اللي زي اللي قدامنا ده بالظبط. ايا كان الموديل بقى اللي انت هتركبه من اي شركه في مستوى مصر، يبقى احنا بنتكلم في السكوتر 150 سي سي و200 سي سي حلو. وعلى فكره زونتس كسرت القاعده ونزلت لك الدي ونزلت لك الام ال 150 سي سي تبريد ميه، برضه قالت لك ايه اريح المواضيع اكتر واكتر. فبرضه الفئه السعريه بتاعته مش رخيصه، لان انت بتتكلم ان هو كاسر ال 100,000 جنيه. فانت لو عايز حاجه في افريج السبعينات والثمانينات هتلاقي. فانت القرار ليك في الاول والاخر. بصوا بقى يا شباب، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا الم لكم كل الموجود في المعرض، بس طبعا الفيديو هيطول مننا قوي، فهنتفق اتفاق. كل يوم هحاول ان انا انزل لكم جزء في اجزاء الموتوسيكلات او القطارات، وانت اللي هتقرر اعمل لك ريفيو عن ايه. بالنسبه للاسعار في حاجات بقولها، وفي حاجات لو انت انا ما قلتهاش في الفيديو اسالني تحت في التعليقات هجاوبك عليها، او لو انت طلبت عنها ريفيو معين برضه هقولها لك في الريفيو اللي حضرتك طلبته. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك الرايق والكومنت الجميل والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تصبحوا على خير، سلام.